أهلا. البودكاست اسمه ندوب. بتكلم في البودكاست عن الأدب وعلم النفس والفلسفة. بتكلم في الأغلب عن أعمال مش واخدة نصيبها من الضوء. يلا بينا. طيب النهاردة هتكلم عن إيه؟ أم... النهاردة هتكلم هتبقى أول حلقة من حلقات ال3 دقايق hopefully، وأملا إنها تاخد 3 دقايق بس. هقول شعر قاله الطحان. هقول الشعر وبعد كده هقول لكم معلوماتي عن مين هو الطحان. الحل هو الدعاء. الدعاء بجنون. دعيت بشك، ووسط دعاية اتشنكت، وبدأت أبعت رسالة شديدة اللهجة. أنا مش موافق، معترض، غضبان، عايز إشارة. إشارة واحدة بس تبان، غير الإشارة الحاملة على الصلبان. نزل علينا اللطف والرحمات. نزلها دلوقتي، هنا، أرجوك. خلي القدر زي قانون ثغرات. اديلنا إفراج حسن سير وسلوك. المرة دي قدم لنا إثبات. في ضعف واضح في الدعا وشكوك. أم، الطحان أنا معرفتي بيه كانت قبل ما يموت بفترة بكام سنة. ده شاعر مصري، كتب قصيدة عن زينب. اللي ما يعرفش زينب المهدي، زينب كانت يعني بقناعات معينة وغيرت قناعتها فخسرت أصحابها. قناعات في الحياة عموما يعني. ده اللي أنا أقدر أقوله. المهم في الآخر إن هي انتحرت زينب المهدي، يعني اللي عايز يقرأ في قصتها. فالطحان كاتب عنها قصيدة اسمها زينب، طويلة، موجودة على ساوند كلاود اللي عايز يسمعها. هي جميلة جدا وأنا بحبها جدا. من ساعتها وأنا اسم الطحان في دماغي، أو مرة ما كنتش بصراحة ما كنتش رابطة ما بين القصيدة وما بين مين هو الطحان. يمكن ما عرفتوش وما عرفتش إن هو اللي كتب قصيدة زينب غير بعد ما مات. الطحان ليه حاجات حلوة جدا. ليه قصايد عامية جميلة جدا جدا وحقيقية. يمكن دي لقيتها وحسيتها إنها معبرة عني دلوقتي، أو حساها. يعني أنا حاسة الشحتفة يعني ال- الشعور اللي في الكلام حاساه. بس دي كانت حلقة النهاردة. عملت لكم حلقة قصيرة، يا ريت تدوني ريفيو تقولوا لي أكمل الحلقات الصغيرة ولا إيه، وأنا خلينا في الطول. بس سلام.